تعالى معايا علشان اللي جاي كله جديد للنادي الاهلي. امام عاشور ومصطفى شوبير وياسر ابراهيم خلاص على اعتاب ان هم يجددوا للنادي الاهلي، والسوشيال ميديا الزملكاوي مقلوبه ومش عارف ليه. ده غير الخطاب اللي قلب الدنيا من النادي الاهلي بالنسبه لاتحاد الكوره. بسم الله الرحمن الرحيم، جمهور الاهلي العظيم الحبيب اللي على دماغي من فوق، اعظم جمهور في الكون، يلا بينا نبتدي الحلقه بتاعتنا النهارده. هنبتدي باول حاجه يا جماعه بموضوع تجديد عقود اللاعبين امام عاشور ومصطفى شوبير وياسر ابراهيم. طبعا احنا عارفين كلنا الفتره الاخيره ان موضوع تجديد اللاعبين ده كان الشغل الشاغل بالنسبه للشارع الرياضي الاهلاوي والزملكاوي منه، او برضه الزملكاوي كله يعني. في فكره ان او الحاجه اللي كانت شاغله الناس اكتر فكره ان امام عاشور هيجدد ولا مش هيجدد، وكان الموضوع ده فيه حيره كبيره. خلاص يا جماعه، النادي الاهلي حسم موضوع امام عاشور وحسم موضوع مصطفى شوبير وياسر ابراهيم كمان. حسمهم ازاي؟ هل الموضوع انتهى وخلاص والناس جددت؟ لا، الموضوع لسه مطروح وقدامهم 48 ساعه علشان خاطر يردوا يا يا لا. ايه بقى هي الحاجات اللي اتعرضت على اللعيبه؟ بالنسبه لامام عاشور ومصطفى شوبير اتعرض عليهم ان هم العقد بتاعهم هيتمدد العقد من الدرجه الاولى بالنسبه للراتب بتاعهم، يعني قيمه العقد بتاعت امام عاشور ومصطفى شوبير هتكون عقد من الدرجه الاولى اللي هي الفئه الاولى. بالنسبه لياسر ابراهيم اتعرض عليه 28 مليون جنيه في الموسم. طبعا كل ده مستنيين ان احنا اللعيبه دي نشوف ردها هيكون ايه، والرد او المهله اللي متسابه لهم في ان هم يردوا 48 ساعه. انا شايف ان ده كان وقت مهم جدا ان يحصل ان النادي الاهلي يحسم الموضوع بتاع الصفقات دي، لان في كلام كتير. احنا المفروض داخلين على مرحله مهمه جدا لازم نخش لها واحنا زي ما بيقولوا كده ايه، بالنا مرتاح. وموضوع الصفقات عامل بلبله في وسط الشارع الرياضي، بل بالعكس كل اللجان اياها اللي احنا عارفينها واعلام المنافس شغالين على فكره ان محدش هيجدد، اللعيبه عايزه فلوس كتير جدا، واللعيبه لو جددت هتاخد مليارات. وزي ما احنا عارفين ان اللي بيتقال وطبعا اولهم او على راسهم امام عاشور. بتسمع كلام مثلا من اعلام المنافس ان امام عاشور ما بينزلش التمرين، بتسمع ان هو مثلا حاطط النادي الاهلي قدام الامر الواقع ان ادم وطني هو موجود عافيه وفرده، بتسمع ان هو ما حضرش جلسه التصوير، بنسمع حاجات كتير. ولكن هل كل ده حقيقي؟ لا طبعا، كل ده خيالات من اعلام المنافس لحته ان يحصل عمليه اضطراب في اوضه اللبس، ويحصل عمليه اضطراب برضو ما بين الجمهور، في ان جمهور النادي الاهلي يقلق فيبتدي ان هو يضغط على الاداره، فيبتدي يحصل اللي حصل الموسم اللي فات واللي احنا طبعا مش عايزين نفتكره بكل مساوئه، واللي هو ما كانش تقريبا في حاجه حلوه يعني. فكل اللي بيتقال ده يا جماعه فرقعه، كل اللي بيتقال ده كلام فاضي. مفيش حاجه اسمها لعيب لسه عقده شغال مع النادي الاهلي يا جماعه يتشرط على النادي الاهلي ويقول هنزل تمرين او مش هنزل تمرين او الكلام ده، لان انتوا اول ناس عارفين، احنا كده عارفين كاهلاويه يعني واثقين من ده، فما تحاولوش ان انتوا تشتغلوا على الحته دي. انما انتوا اول ناس عارفين ان اللعيب اللي بيعمل كده مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي بس على فكره اللي بيعمل الحته دي في مصر او في الانديه المصريه ما بيتلوش دراع. النادي الاهلي اللعيب اللي بيتعوج عليه ولا هو بيفرق مع الجمهور ولا هو بيفرق مع النادي. فريحوا نفسكم وما تشتغلوش على الحته دي، علشان والله مهما عملتوا الموضوع ده مش هيجي معانا سكه خالص. احنا واثقين في الاداره، واثقين في نفسنا كجمهور فوق ما تتخيلوا. اقعدوا انتوا اهروا وكتوا في نفسكم، طلعوا اشاعات بتضحك. والله انا من ضمن الحاجات اللي وقفت عندها وضحكتني جدا، لقيت واحد كاتب بيقول لك ايه، بيقول لك امام عاشور دايس على النادي الاهلي، بيروح بمزاجه ويرجع بمزاجه وما بينزلش التمرين وما لبسش التيشيرت بتاعت النادي الاهلي لحد دلوقتي. ده ما راحش حضر الحفله بتاعت الشراكه بتاعت النادي الاهلي عشان رعايه الاستاد، عشان خاطر هو مش عايز يروح. قالوا له تعالى والنبي يا امام
بس هو مرضاش يروح. بتسمع كلام في السوشيال ميديا ده جنان، اقسم بالله جنان رسمي. كلام يعني ايه؟ ما يعديش على عقل واحد كده في 6 ابتدائي وينفع ان هو ايه يصدقه. فطبعا يا جماعه السوشيال ميديا اللي شغاله الفتره دي الزملكاويه ما شاء الله قايمين على اكمل وجه، زي ما عملوا الموسم اللي فات عايزين كمان يعملوا الموسم ده. وانا لا انكر ان هم الموسم اللي فات نجحوا في تشتيت بعض الناس، ولكن الاهلي بيتعلم طول عمره من اخطائه. الاهلي ما بيكبرش في غلط على طول. الاهلي لملم قفل، مفيش خبر طالع من النادي الاهلي وانتوا كلكم عارفين ده، حتى مفيش خبر طالع من النادي الاهلي للصحفيين. كل الاخبار اللي بتتقال او الاخبار اللي احنا عارفينها هي الاخبار المعلنه لدى الكل يعني. انما النادي الاهلي في حاله تكتم بصراحه عجبنا انا على المستوى الشخصي وعجبه كل الاهلاويه. كلنا كده ايه عايزين نتفاجئ باذن الله باللي بيحصل او اللي هيحصل ان شاء الله في الموسم الجديد. دي حاجه. تاني حاجه عايز اتكلم فيها النهارده موضوع البيان اللي نزله النادي الاهلي، واللي انا من وجهه نظري الشخصيه البيان ده كان من الحاجات المهمه جدا ان هي تطلع دلوقتي. يا جماعه احنا عندنا كوارث في المنظومه التحكيميه في مصر، وكل واحد بيشوفها على اهوائه. يعني سبحان الله نادي الزمالك بجمهوره باعلامه حبوا دلوقتي المنظومه التحكيميه بعد ما الاهلي طلع البيان، وبيقولوا لك ان النادي الاهلي بيضغط على الاتحاد علشان خاطر يخاف فيتنفذ له طلباته. فالكلام ده كله لا، ما هو انتوا ريحوا نفسكم. ما هو فعلا الطلبات لو ما اتنفذتش النادي الاهلي يطلب في كل الماتشات بتاعته حكام اجانب. ايه رايكم ايه رايكم انتوا في الحته دي؟ ملعوبه. طب هو النادي الاهلي لما بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده عشان خاطر عايز مصداقيه. انتوا مش عايزينها او مش حابينها او خايفين منها ليه ما اعرفش. يعني انتوا والله العظيم انتوا الواحد احتار معاكم موسم تعترضوا على التحكيم المصري، وان التحكيم المصري ده هو اللي بيكسب النادي الاهلي وهو اللي بيخدله البطولات، وكل بطوله بياخدها النادي الاهلي بالتحكيم المصري. موسم تاني زي الموسم ده طالعين بالتحكيم المصري السما، وان عصام عبد الفتاح ده رجل العدل والمبادئ زي ما قال الثعلب. لقيته في برنامج من البرامج بدون ذكر اسماء، الثعلب كلنا عارفينه، راح يقول لك الراجل ده راجل جدي رجل عادل. ليه يا كابتن ثعلب؟ ليه الراجل ده رجل عادل؟ يعني انت شفت منه ايه حلو يعني؟ معلش ده هو مسيرته طول عمرها معروفه يعني. فالموضوع انا شفته دايما بيكون على حسب الاهواء. طالما الاهلي طلب كده احنا في الاتجاه المعاكس، على الرغم ان الموضوع ده في مصلحه الكل. يعني انت مثلا النهارده انت النادي الاهلي لما يحتاج على حاجه زي دي ويقول مثلا ان هو عايزين نمشي بالمنظومه صح، عايزين الدنيا تمشي صح، المفروض ان دي حاجه تكون في صالحك، حاجه المفروض تكون انت مرتاح بيها، حاجه مبسوط ان هي تحصل. انما لا، انتوا عايزينها تمشي ايه؟ خل زي ما مشيت الموسم اللي فات، الموسم الشهير دوري وفا. انتوا عايزينها تمشي بدوري وفا، بس احنا ما عندناش استعداد اللي احنا شفناه الموسم اللي فات نشوفه الموسم ده. وقبل ما واحد يقول لي ايه طب ما انت كان عندك ماتشات كتير، انت واقف لي على الماتش ده ليه؟ ما هو انت برضو انت مش كسبان الدوري حضرتك، وانت فارق عني مثلا ب 13 نقطه ولا ب 10 نقط زي ما انا بعمل معاك دايما. لا، انت كسبان بفرق نقطتين 3. فاللي هو فعلا النقطه او النقطتين كانوا يفرقوا مع النادي الاهلي. على الاقل يا شيخ كانوا ممكن يودوه دوري الابطال. تمام؟ فظلم، احنا كده اتظلمنا. هتطلع تقول لي انت بتقول حجج وما بتقولش حجج عشان خاطر ما فيش حد وقف جنبك ومش محدش وقف جنبك والكلام الفاضي ده. انتوا عارفين يا جماعه ان انتوا بتقولوا كلام فاضي. كل واحد طالع بيهبط كلمتين عارف ومتاكد ان هو بيقول كلام فاضي، وعارف ومتاكد ان هو اللي اتجامل مش احنا اللي اتجاملنا.
يعني بتصريح رسمي من عضو في اتحاد الكوره الموسم قبل اللي فات، طلع قال لك ان الدوري كان موجه لبيراميدز، بس بفضل ربنا الاهلي خده وبمجهود. بفضل ربنا اولا ثم مجهود. بس الدوري اللي فات هو كانت باينه من البدايه، وكانت باينه من البدايه الناس كلها قلبا وقالبا مع في اتجاه واحد، والموضوع كله رايح في اتجاه واحد. والله يعني الموضوع كان واضح جدا. فان شاء الله الدوري الجاي خلاص فاضل له ايام ويبتدي. النادي الاهلي في المعسكر بتاعه قافل على نفسه، دعم من كل جمهور الاهلي، كلنا كده في ظهر الفريق ان شاء الله، وهنواجه اي مشكله بيواجهها النادي بتاعنا. احنا والكيان واحد، احنا والنادي الاهلي واحد. لو عجبكم الفيديو ما تنساش اللايك والكومنت والمشاركه وتفعل الجرس. نورتوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.